هو المشكلة يا شيخ حمد أنه أنتم قضية مفهوم السلف، أنتم عندكم في تفسير في مفهوم السلف، فحددتم مفهوم السلفية بتفسيركم صار مفهوم ضيق. ولذلك مثلا الشيخ عبد الله المطلق وهو عضو في هيئة كبار العلماء وش يقول؟ نعم. يقول هؤلاء يتكلم عنكم سماهم لا لحظة، قال الجامية. خليني أكمل طيب السؤال وبعدين نعم. هؤلاء يضرون السلفية أكثر مما يحسنون إليها. نعم. إنك لو نظرت إلى علماء من أهل السعودية كم هم يعني يريدون 3 فقط أو 4 علماء والباقين ليسوا من السلف. هذه مصيبة عظيمة يا إخوان. إنك إذا نظرت إلى علماء العالم الإسلامي الآن تجد أنهم عندهم في قوائم المنحرفين. إنك إذا نظرت إلى علماء الأمة الذين أخذوا الدين أمثال ابن حجر والنووي وابن قدامة صاحب المغني والكتب النافعة وابن عقيل وابن الجوزي، وجدت أنهم عندهم مصنفون تصنيفات يخرجونهم بها من السلفية لأنه وجد عليهم بعض الملاحظات. هؤلاء الذين يضيقون لا تشتري عليه. لا هذا الكلام لكم يعني. لا طيب خلينا إذا كان سمانا أبى أكمل، إذا ما سمى طيب. اسم الجامية لن أجيب على هذا السؤال. طيب هؤلاء الذين يضيقون معنى السلفية يسيئون للأمة. أخوتي في الله، أنت خليني هذا أنا بقول لك هذا مو بلنا، مو بلكم. لا، لأنه ما سمى الجامية. طيب يعني أنت تقول ما في دليل على أنه يريد الجامية. يا أخي هذه كم من الناس يسب العلماء يتكلم في العلماء. يا أخي فيه ناس كفروا العلماء صح؟ من يقصد طيب الشيخ المطلق؟ والله اسأل الشيخ عبد الله. تستطيع أنك إن شاء الله تستضيفه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وتسأل هذا السؤال. لكن أنتم يعني عندما يقول لكم الناس أدعياء السلفية اتفقنا ترى هذا لأنه لم يسمي الجامية الشيخ عبد الله. أنت لك حق. لذلك أنا هذا هو. نعم هذا هو.